الفل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عايزكم بقى تخترعوا معانا كده. احنا عاملين اكلنا. استني يا امي بقى. بصوا يا جماعه بقى ايه، نصلي على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف احنا هنتغدى ايه على الصبح. يا ترى الصينيه دي فيها ايه؟ يا ترى يا منطقه. بس اقسم بالله. استني اديها فرصتها تتكلم. طيب استنى عشان نقوله يا هنبقى هتبوظ لنا الفيديو. ماشي استني. يلا صباح الفل. عاملين اكله كده يا جماعه على قد الايد كده. تمام يا سيدي. اهم حاجه شفشق العصير. اهم حاجه يا جماعه. لسه كلنا عشان تشربوا يا عصير سيدي على العصير اللي يبرلي الريق. احلى مسا عليكم. أيوة تعالوا بقى كلوا معانا اكله يا جماعه. بصوا يا جماعه احنا شوينا ايه بقى. ايوه بقى ما تقولش بس حضر الاول شيبسيكو والحاجه بتاعتك وبعد كده نشوف احنا شاويين ايه معاكم وهنتغدى معاكم ايه. هنشوفوا بقى احنا شاويين ايه بقى. بصوا يا جماعه احنا ناس بسيطه وعلى قد ايدنا وبنحب ناكل كده معاكم بحاجات خفيفه، ما بنحبش نوسعها ولا نعرضها ولا نجيب اشكال والوان ولا جميع المشاوي. حاجه كده يعني ايه على قد الايد. بصوا يعني اللقمه هنيه تكفي 100 وانتم تيجوا تشرفونا على راسنا وعلى دماغنا من فوق. تعالوا بقى ايه. استني يا امي عليا النعمه ما حد هيبوظ لنا الفيديو ده. لا انت انا بقول لك اهو. انت ايه رايك يا سينو في الكلام ده؟ هو نفسه يوريكم المدرسه. حاضر عينيا هوريها لكم بس نشوفوا مصطفى بس بيحضر معانا ايه. بنحضر ايه؟ ايوه ده احنا هنعمل عمايل. استني. ايوه اول حاجه بقى كده شويه المخلل او الترش كده بقى اللي ايه اللي يفتحوا النفس على الاكل. هو ده الاساس. معرفش بقى يا جماعه انا عشقت بقى الترش او المخلل زي ما بتسموه. انا بموت فيه يعني في اي اكله تلاقيني بحبه عشان كده عندي املاح والحمد لله. الحمد لله. وعندنا الانيميا عاليه ومفيش فايده. الانيميا والاملاح الحمد لله. تمام. ايوه بقى يا مصطفى وريك جمال بقى ايه الحاجات دي. يا لهوي كفايه ريحته بس ريحته اللي تفتح النفس على الاكل. ريحته جامده فظيعه. صح خطير. الليمون المعصفر ده يا جماعه. يا سيدي الليمون المعصفر بقى. يا سيدي بصوا كده. ايوه قسما بالله ده بيتاكل حاف. يا ابني استناني يا ابني. الحاجات دي ما تاكلهاش من غيري. انا عايزه. الناس هتقولوا انتوا بتتعصبوا على مخلل. هو حراق بس جامد. ماشي حاجه كده ايه. ماشي من بعد الفخر من الاكل. طيب يلا بينا. استنى بس عشان لو حد برضه عطشان يبقى احنا عملنا لهم شويه عصير. ايوه تمام. استنى حاضر يا ابني والله هحط لك عصير اهو. ده يا جماعه عصير جوافه. طبعا احنا بنعمل على الاكل ومتعودين خلاص اتعودنا ان احنا نعمل ايه؟ عصير. نعمل عصير. كاكولا نو كاكولا خلاص. والله لو ما في عصير اشربوا ميه عادي ما فيش اي مشاكل. العيال طبعا خلاص اشربوا. ما انا هقول لكم ايه بقى. خلاص مسكتوها. مسكوها حرام. تمام. ماشي. تعالوا بقى كده ايه. ايوه بقى نشوف بقى احنا عاملين ايه بقى. خليها بقى في ايديك بقى ما تزولناش يا جدعان. يلا بينا. خليها في ايدك بقى. هاتي ده. انت واخده ده ليه؟ يا بنت الابلسه. ايوه واخده الشيبس في ايديها. واخده الشيبس ليه في ايديك ها؟ اللهم صل على النبي. كيس شيبس برضه ب5 جنيه كده برضه على قد الايد. ايوه بقى. حلو الكلام. طبعا اي حاجه بنحطها لازم ندوقها. اكيد وانا اصور بقى عادي واستمتع بيكم. استنى. طب وطبقين الطحينه دول ما فيش اي كلمتين عنهم يا مصطفى؟ ده انا اللي عاملاهم. بصراحه طبقين الطحينه دول انا عايز اديهم لك في وشك يعني مش قادره تكبري شويه الطحينه دول. معلش ما احنا قلنا بقى على قد الايد الطحينه غاليه والمصحف. تعالوا بقى نشوف ايه. التكايه دي. ايوه كل ما يفتح يلاقي بقى ايه ده اهو. ايه الجمال ده بقى يا سيدي على التكات والحركات. ده ايه بقى؟ ايه ده بقى؟ قولوا لنا في الكومنتات يا عم بس. شيل العيش وحط ده ايه بقى؟ قولوا لنا في الكومنتات بما يرضي الله. اللي يعرف ايه ده احنا شاويين ايه. اللي يعرف ايه ده يقول لنا. طبعا يا جماعه اللي انتوا شايفينه ده مش فراخ. تمام. طب ما انت كده خلاص هتقفش الموضوع. ده مش فراخ والله. يعني هنكون شاويين بط. ايه يا جماعه اللي احنا شاويينه ده؟ هو ده. بص ايه الريشه الطويله دي؟ انت عازمنا على الريشه الطويله دي منين؟ ما تخافيش يا امل والله مش هيحصل لك حاجه. ماشي. ده حاجه كده يا جماعه من بعد الفخر من الاخر. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ادينا شلنا الطبق ده خالص مالوش لازمه. خدي. ايوه بقى ايوه كده. وزع حاجتنا كده وورينا الجمال. اهو يا باشا. يلا بينا. ايوه ادوق بقى ولا ايه؟ دوق يا معلم وقول لي. طب استنى وسعوا كده يا سيدي. الله اكبر. وسع كده مندوق كده الحاجات دي يا سيدي. شايفين يا جماعه؟ ايوه انت عشقت المشاوي انت هتقول لي. انا بصوا من حوارات المشاوي ده. ايوه بقى. وبعدين تربيه ايدينا يا عم ما بنجيبش حاجه من بره الحمد لله. لا بره خيرنا في بيتنا. صح الكلام؟ طب وانا هفضل اصوركم. انا عايزه اكل والله بجد يعني. بص يعني تعالى بقى ظبط لي الكلام عشان اقعد اكل معاكم. الله.
ايه يا ايمي الكلام على ايه؟ اجي اكل معاكم ولا لا؟ ماشي. وانت يا زينو بجد الحوار جاي. بالله عليكم ايه ده؟ اوبا حد عارف ولا لسه؟ ارفع ايدك فوق أهو. يا سيدي على الجمال، اللهم صل على النبي. يلا بينا بقى يا مصطفى، استنوا معانا والله ابدا. ارانب ارانب يلا. ارانب ارانب يا معلم، شاويين ارانب. بص بقى يعني الريشه الطويله دي ارنب. اللهم صل على النبي. احنا عارفين طبعا شكل يلا عشان الارانب. عايزين ياكلوا. طب يلا بينا. ثبتوا الكاميرا. ثبت الكاميرا يا معلم. استنى ادوق بقى، انا عايز ادوق. ما تخليكي يا ايمن هناك. شوفوا مش عايزيني ازاي بذمتكم يا جماعه، اقعد ولا ما اقعدش؟ قولوا لي عايزيني ولا مش عايزيني في الفيديو؟ طبق الطحينه، شوف طبق عامله امل، طبق كبير على قد الايد. بصوا يا جماعه الله اكبر، ايه الجمال ده؟ انا عايز ادوق بص بقى. ده ارنب والله العظيم، ارنب اهو. ارنب اهو. ارنبنا في منور انور ايوه بقى ماما يا سيدي. ها. ايه؟ ارنب، كله ارنب، اللهم صل على النبي. كله ارنب يا باشا. يلا يلا كده النوبة. بسم الله وانا هديكوا اهو. الله. ايه رايك؟ ولا شيء. بجد كل يلا الاكل جامد. بجد. كل يا بنت بسرعه. خد يا سيدي. ماما مش عارفه اتوقع. مش عايز اوكلها لا. اوكلها والله. ورك الارنب قد كده. بس في فايده احسن من ورك قد كده اهو. بالظبط كده. صح الكلام. الارانب مظبوط. مفيده جدا ومغذيه جدا، وبالذات بقى لما تبقى ايه للاطفال، يعني ده الغذاء الاساسي ليهم. لكن الفراخ البيضاء سيبك منها يا عم، ده احنا ايه نصبر نفسنا بيها كده وخلاص. لكن الغذاء كله في الارانب يا جماعه. والمصحف الشريف الارانب جامده. انا شفتح لي فين بالظبط؟ والله ما انا عارف. يا رب ما حد يطلع يجي يضربنا دلوقتي. انت بتاخدي رغيف العيش بتاعي ليه؟ بجد؟ خد لك واحد تاني. ما تاخديش بعد اذنك الرغيف. ماشي. هو عنده الرغيف اللي اكل منه، هو ده اللي محدش يجي يمه. مش كده صح يا جماعه؟ كل واحد ليه رغيف عيش. يعني هسرق ايه يا عم؟ يعني ها؟ مش مشكله يا عم. خد. ازاي ايه؟ هسرق منك رغيف عيش؟ اه ازاي رغيف العيش؟ بص اللحمه بتاعت الارنب عامله ازاي؟ لا جامده بجد، جامده جامده جامده. يلا يا نون. الحوار يا جماعه اللي ما شواش ارانب مصطفى يقول له روح اسوق ارانب. فعلا التغيير حلو، جربوا كل حاجه، يعني ما تقولش على حاجه لا. اعملها مره محمره ومشمره بالملوخيه، اعملها مره مشويه. طبعا الارانب معروفه دايما ان هي بالملوخيه. صح. مصطفى وامل هيغيروا الدنيا دي خالص. بنحب نخترع يا جماعه. بعد اذنك يا ايمي. ايمي نعم. انت ايمي؟ نعم. ايه ايمي ممكن تديني شويه عصير؟ خد من ياسين. ياسين بعد اذنك ممكن تديني شويه عصير؟ ماشي. البت ديت انانيه يا جدعان. البنت دي مش بنتي. خد يا حبيبي، حط في الطحينه وكل. انا افضلك العصير واكب لك تنوع بس دماغك كده. اوعى هوبا. ايوه. بس ايه رايكم في عصير الجوافه؟ لا جامد. الجوافه تحفه يا جماعه والله العظيم. احسن 100 مره، احسن 100 مره من كاكولا. صح. ونحب نذكر دايما اللي قال لنا ايه؟ الكلام ده. اعملوا عصير وبلاش تعملوا كاكولا. خد كده. يعني نحب نشكره برضه على المعلومات الجميله ديت. احنا فعلا بنستفاد من بعض، يعني اللي عنده معلومه يقولها لنا، واحنا لو في معلومه خش عليا بقى ايه؟ ايه ده؟ بالليمون. ايه ده بقى؟ يا سيدي ايه؟ هو ده. ايه ده؟ لا بصراحه الشوي خطير. يا نهار ابيض على الليمون. والله العظيم انا بتبلها وبعملها تحفه. تتبيله المشاوي على الشوي على السطح ده خطير جامد جدا. بس طبعا احنا ايه؟ مش كل شويه هنصور لكم احنا بنشوي، لا احنا قلنا نصور لكم احنا بناكل على طول. على طول ومستويه. ها عشان في ناس تقول لك لا يا عم ده انت مش مسويها صح. والمصحف مستوي اهو اهو يا سيدي. والمصحف مستوي. هتعارك معاكم والله. تسلمتك يا بابا. حبيبتي يا ابني. يعني بابا شويها وماما مش متبلاها، هو اللي مسيبي. وحلاوتها بقى ما تتبل بالليل. ايه لا، يا سوسو؟ تسيبوها بقى ايه؟ يوم كامل كده هيبقى حوار. بابا هو شويها بس انا خدي بالك يا ابني انا زعلان منك عشان انت ما رضيتش تديني عصير. مفكراني اخد عصير. شفت انا خدت من ياسين وحطيت له تاني وحطيت له عصير تاني. يا بنت ما تبقيش بخيله يا بنت. هتطلعي بخيله لمين؟ بابا وماما مش بخله. والله ابدا.
طب انت اللي تقول انا بخيل. لا الارانب يا جماعه اما بتتمصمص الحوار بيبقى صعب خالص. طعمه بجد جامده. جميله والله جميله. العظيم الشوايه وراكوا اهي، ولا حد يقول لك فين الشوايه وراكوا اهي. اقوم اجيبها. الحقي بتقول لكم بصوا حلوه يا ولاد. حلوه ولا ايه يا سيدي؟ انا عايزك بص يا سيدي يا جماعه باكل ارانب ها، والمصحف الشريف ما كان بيدوقها ولا كان بيحبها، وكان يسمع سيرتها يصرخ. صح. بس طبعا يعني اللمه على السطح ومنظر اللحمه ده لما بتنزل بقى تغطسه كده في قلب الطحينه كده. ها؟ جميل. مع حته مقليه بقى. حته بقى ايه؟ ليمونه معصفره. ما بتضحكش لسه اللي بالكومنتات يقولوا لنا ايه جوعتونا. انا مش عايزه تديك. عايز ايه؟ خد يا صاحبي. خليتي اوقعك. اهي. بعيش. اديله بعيش، هو عايز بعيش. ابني محترم. ايوه بياكل بالعيش اهو. يلا. وانت يا ايمي؟ خد يا ماما يا ماما. لا بلاش مخلل. لا انت مخلل لا. خد يا ماما. ماشي خدي يا ماما. الله يا جماعه والله العظيم احنا عايزينكم معانا في الجو ده. والله كنت هقوله كده. والله صح؟ والله كنت هقول كده. اصل احنا بنحبكم جامد قسما بالله، احنا بنحبكم لله في لله. بصوا يا جماعه بالاخر احنا بنحبوا اللمه، احنا بنحب اللمه وجو العيله، ونحب ان احنا ناكل مع ده وناكل مع ده وننكش مع ده. حتى لما بنطلع رحلات بنحب نطلع في اللي هو الايه الاتوبيس. يا جماعه الرحلات اللي هي الشعبيه دي تعالى ونصاحب على ده ونتكلم مع ده. ليه؟ اللمه حلوه. بس اخر مره طلعنا رحله مع بنت هنا اسمها امنيه في المحموديه هنا ما يعلم بره ربنا. حسب الله ونعم الوكيل فيها، نصب في نصب. يعني بصراحه ما كانتش حلوه نهائي، بس الواحد بيحب ايه نجرب ونتعلم ان احنا بعد كده ما نطلعش مع الشخص ده. استني ايه يا بابا. نعم. بابا كل شويه يا حياة كملتها. جامده والله. صح. طلعنا مع واحده اسمها ورده داغم ما شاء الله عليها، يعني في الرحلات بتاعتها وتنظيمها واسلوبها في الكلام حاجه محترمه بجد. بس زي ما قلنا الواحد هيفضل يتعلم. فالغرض بقى من الاكلات بتاعتنا احلى حاجه تاكلوا المطير وراك. انا مش عارفه هو بيرمي في اوعى كل البحر وراك. الطيور تاكل البواقي. احنا يا جماعه بنحبكم معانا، بنحب اكنكم قاعدين في وسطينا، اكننا بنكلموكم وبتكلمونا. فاحنا بنحب الجو العائلي ده. والله صح الكلام. فانتوا خليكم معانا وشجعونا وقولوا لنا انتوا نفسكم في ايه واحنا نعملوه. يعني احنا معاكم ايدينا بايد بعض كده، يعني واحنا برضو تحت امركم في اي حاجه. عايزين تيجوا تنورونا على سطحنا المتواضع، تنوروا الدنيا والله تشرفونا وتنورونا. زي اللي بيجوا لنا برضو وبينورونا في بيتنا، يعني بيقولوا لنا احنا بنبقوا عايشين معاكم زي ما على الطبيعه بجد. اما بنسمع فيديو انتوا بتعملوه في البيت او على السطح اكننا فعلا قاعدين معاكم، ودي الفرحه بتاعتنا. بيجي لنا ناس من مصر وبيجي لنا ناس من اسكندريه وبيجي لنا ناس من يعني جالنا من الاردن. يعني الحمد لله. هتقولنا جاي لكم من الاردن؟ هقول لكم والله. من السعوديه. كان هنا من الامارات. كان عنده جاي مثلا زياره لاهل في اسكندريه وجه بص علينا من حبه فينا، فحب ان هو يجي يتعرف علينا. نعم. عايزه ايه؟ اهو يا حبيبتي كل. عايزه من بابا؟ تعالى يا احمد. على رأي اسمه تعالى يا احمد بالكاميرا. يا نهار ابيض يا جدعان احنا غلابه بقى، يعني دعمونا، احنا بناكلوا ارنب الحمد لله. صح. ماما. بس ده مش ارنب، ده اتنين. ها طيب من يا عيال. يعني بنطلع كده اللحمه كده واضرب يا برنس. كل يوم. حلو يا سينا. الحته دي فيها عظمه. طلع لي صدر الارنب. ده عظمه دي. هو الارنب اديني بقى كده بقى. لحمه قليل بس لحمه بس طعم. طعم ومغذي بجد. شبعتي ايه؟ احنا لسه بنقول يا هادي خدي سوسو. لا بعيش بقى. اهو انا اسف. بعيش بقى. معلش نستحمل ماما. صباح الفل لكل اخواتنا وكل حبايبنا يا جماعه. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم معانا كل جديد. وقولوا لهم يلا باي باي. باي باي. بص لهم ياسين باي.